يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نجتمع بكم بفضل الله تعالى من خلال هذه السهرة المباركة مع برنامج والصلح خير، وفي حلقة جديدة من حلقاته إصلاح ذات البين. نصلح ذات بيننا تحت راية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة مع الرجل المصلح الدكتور السعيد بويزري من قناة القرآن الكريم الخامسة الجزائر. نرحب بكم، نرحب بأوفياء برنامج والصلح خير، نرحب بكل من يتصل بنا ويتواصل معنا. هذا البرنامج لكم ومن أجلكم، لكم من أجل إصلاح ذات البين، من أجلكم، من أجل الاستماع إلى قضاياكم، إلى مشكلاتكم، إلى نزاعاتكم وإلى خلافاتكم التي تحدث بين الحين والآخر بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أطراف أخرى. لكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء، وتحية طيبة وخالصة للجالية المسلمة بالمهجر. تحية أيضا خالصة للزميلة زينب التي تتواصل معنا عبر لغة الإشارة ابتداء من هذه الساعة. إذن ملاحظة، تم تمديد عمر البرنامج بساعة و20 دقيقة ابتداء، و20 دقيقة دكتور، و20 دقيقة ابتداء من هذه اللحظة ومن هذه السهرة. نستأنف هذه السهرة بالاستقبال بالدكتور السعيد بويزري، نستقبله ونرحب به معنا في هذا الفضاء الإعلامي التلفزي لقناة القرآن الكريم. مرحبا بك دكتور. مرحبا أختي نجاة. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، نسأل الله دوام النعم إن شاء الله دكتور. وتمامها. وحال الصلح؟ الحمد لله بخير والحمد لله. وحال الناس؟ مع الراغبين في الصلح، نعم. لأن الذين يرغبون في الصلح نعم يعرقلون، ولكن نسأل الله لهم ولنا جميعا الهداية إن شاء الله. نعم. دكتور، إذن دكتور، في الحلقة الماضية نعم. بقيت بعض المكالمات الهاتفية، وهي الحاج محمد تيميمون عند موضوع السماحة في التجارة، محمد من العاصمة، زهراء من عند دفلة. يرد فضيلة الدكتور على هذه الأسئلة ثم نعود لمعرفة حلقة اليوم. الحاج محمد من تيميمون دكتور اتصل قبل الحلقة الماضية وتحدث عن قطعة أرض في الصحراء، قال أنه هناك فيه 14 جد، ثم عند اتصاله في الحلقة الماضية قال لقينا باللي كاين 20 أو 21 جد. نعم دكتور، الإشكال هنا ربما سيرد الدكتور على الحاج محمد من تيميمون. تفضل دكتور. لك الفضل نجاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله سلما ون أرث ذويلة ون والصلح خير. الحاج محمد من تيميمون، أولا قضيتك من ناحية علم الفرائض تدخل في باب المناسخات، تعدد القبور، كي يقول 14 ولا يقول 20 ولا 21 جد، هي تدخل في باب واسع في الفقه الإسلامي عموما وفي علم الفرائض خصوصا. نعم. يسمى باب المناسخات، تعدد القبور. المناسخات نعم. وهذه في الحقيقة ظاهرة موجودة في الجزائر وفي بعض البلدان العربية والإسلامية. معناها أن الميراث لا يقسم في الوقت المناسب عند وفاة المورث، فيترك ويؤجل إلى حين، ثم يموت أحدهم الذي كان في يوم الأيام كان وارثا ثم أصبح مورثا. نعم. وأيضا يؤجل أمر القسمة، فيموت بعض الورثة الذين كانوا ورثة فأصبحوا مورثين، فبتعدد القبور يكبر حجم المناسخة. نعم. هذه لا يمكن أن أرد عليها
على هذه المسألة إلا بأن يكتب لي تواريخ وفاة هؤلاء الأجداد، ثم نحرر له فريضة دقيقة مفصلة للأنصبة والأسهم الخاصة بكل وارث الآن، طبعا الورثة الأحياء. هذا من جهة. من جهة ثانية قال لك جاء السيد وتعدى علينا وكذا، وهذاك الموضوع تفاصيل ما نعودهاش ربحا للزمن. نقول لك يا أخي محمد، ذلك الشخص الذي اخترق العائلة، عملية اختراق، وهو ليس من العائلة. نعم. وتعدى على الحقوق الميراثية على الأراضي في الصحراء. نقول لك هنا القانون الجزائري يقرر ألوانا من الحماية القانونية. طبعا أقول بلغة القانون إذا رفض ذلك الشخص المعتدي النزول عند حكم الشريعة. بمعنى دائما نكرر قوله تعالى، وهذه يعني من باب التذكير وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ربنا يقول في القرآن فلا وربك لا يؤمنون. وهذه الصحراء يا سي الحاج محمد أخويا، القرآن موجود ثم بقوة، والناس تحفظ القرآن ويخدموا بالقرآن والزوايا وكذا. نخاطبهم بلغة رب العزة في سورة النساء في الآية رقم 65. رب يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية محكمة في كتاب الله العزيز تأمر جميع الخصوم للنزول عند حكم الشريعة الإسلامية وتحكيم شرع الله وتحكيم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا رفض ذلك الشخص ومن معه، عادة لا يمكن أن يتحقق الاعتداء على الأراضي إلا بتعاون الناس معه. وربما أحيانا من داخل الأسرة يجد من يسانده، من يساعده، من يقدم له يد العون. أقول هؤلاء جميعا إذا لم تلتزموا بحكم الشريعة لحل هذا الإشكال وديا، وهذا من مقاصد البرنامج الأساسية، بمعنى الحل الودي لجميع القضايا مهما كانت معقدة ومهما كانت طبيعتها. أقول إذا رفض هؤلاء الحل الشرعي لا أقول لكم اعتدوا عليه كذلك كما لا، أقول لكم يعني الجأوا إلى المحكمة، والمحكمة تعمل طبقا للقانون الجزائري، والقانون الجزائري يقرر صورا من الحماية للملكيات الخاصة سواء كانت منقولات أو عقارات، وهي كثيرة. من هذه الحمايات الحماية المدنية، نظرا لوجود لمنع الملاك الحقيقيين من الاستثمار من الاستفادة من أراضيهم وممتلكاتهم. فإذا تعذر ذلك طبعا هناك إجراءات قانونية، يعني يمكن اللجوء بعد ذلك إلى ما يسمى بالحماية الجزائية. حينما يأتي المحضر القضائي اللي هو اللوسي ويأمر ذلك الشخص المعتدي بإخلاء الأرض المستولى عليها المعتدى عليها، فإذا رفض يحرر المحضر القضائي محضرا بالامتناع عن الإخلاء. هنا يرفع الأمر إلى السيد وكيل الجمهورية من أجل تسخير القوة العمومية لإخراج هذا الإنسان من الأرض التي اعتدى عليها. هذه واش نقول لك يا سي الحاج محمد أخويا، اكتفي بهذا البيان. وقلت لك إذا كانت تكتب لي حاجة مكتوبة يفضل أفضل أحسن كاع الأجداد بالتواريخ. ونبه السادة السائلين بهذا الشأن، نقول لهم كلما ذكرتم ميتا اذكروا تاريخ وفاته. خاطر أحيانا تأتينا بعض الفرائض أختي نجاة يقول لك مات جدي مات عمي مات خالي، وبعدين احنا ماناش عارفين شكون اللي مات الأول. لا يمكن نعرفوا. لازم هما اللي يقولوا يعطيونا معطيات دقيقة باش يسمعوا الحل الدقيق لمشكلتهم. بارك الله فيك دكتور. كما قلت قبل قليل على ذكر الزوايا، في هذه الحلقة ستشاهدون مدى مساهمة الزوايا في الاستقرار الاجتماعي وترسيخ القيم الوطنية. بعد قليل سنشاهد الروبورتاج الأول ثم الثاني في حلقة عنوانها الاستقرار الاجتماعي. نواصل الرد على محمد من العاصمة في الحلقة الماضية حول
السماحة في التجارة. محمد نخصو دكتور قال كان تاجر في مؤسسة عمومية، أو كيفاش تخرج السلعة عادي، ثم كاين واحد الشاحنة تحط السلعة في الشاحنة، ومن بعد يروح يقابل السوق ويبدأ يبيع بأسعار. قال ما حكم هذا يعني خروج الشاحنة بسلعة من نفس المؤسسة التي ربما توزع السلع عن طريق الأسواق أو المحلات؟ تفضل نعم. دكتور. لك الفضل. أخي محمد من العاصمة، هذه صورة من صور الغش. نغش دكتور. نعم. نعم. نبينا عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. نعم. هذه رواية من رواية الحديث. والدين المعاملة. الدين المعاملة. نعم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي أخرجه الإمام مسلم قال من غشنا فليس منا. يعني في حديث السوق، كيدخل ذلك الإنسان التاجر وكذا، وبعدين وضع يد النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيها بال، قالوا ما هذا؟ قال أصابته السماء إلى آخره، وبعدين قال هل وضعته فوق، يعني باش لكي ما يغش الإنسان معناتها ماشي مزوق من برا وشحال من الداخل. وبعدين قال من غشنا فليس منا. والغش له صور كثيرة. اللي يخدم في مؤسسة عمومية لازم يلتزم بالضوابط القانونية المقررة. نعم. ما يلزمش يتصرف بحاله كأنه يتصرف فيما يملك هو، إما يحطم الأسعار ولا يغلي ولا يخفض ولا يخلي تصرفاته يهتز منها السوق والمعاملات المالية. نجاوبك هكذا يا أخي العزيز، وذكر هو أرقام، قال لك 10 دينار 20 دينار وكذا توزع. في التلاعب بالأسعار. التلاعب بالأسعار لا يجوز. لا يجوز. لازم الانضباط بما تقرر في القانون. والالتزام بالقانون وجه من وجوه الالتزام بالشريعة. معنى ما يجيش واحد مثلا يقول أنا الشريعة ما قالش، ما كانش آية قرآنية. نعم. وحديث خاص، ولكن ربي يقول يا أيها الذين آمنوا وفوا بالعقود، الآية الأولى من سورة المائدة. إذن واحد يخدم مع شركة عمومية عنده عقد معها، لازم يلتزم، والعقد يرتب التزامات متبادلة، والعمل بمقتضى تلك الالتزامات أمر لازم. وربما سيأتي يوم نتحدث عن بعض التجاوزات التي يرتكبها بعض الناس وهي مخالفات. هو يعتقد أن مخالف القانون وليس آثما، ولكن الإثم قائم حتما لأنه يخالف القانون المقرر عليه. وقد أمرنا بالوفاء بالالتزامات، والآية التي ذكرتها الآن في سورة المائدة هي آية كلية تقرر قاعدة عامة ومجردة. نعم. تلزم الناس، تخاطب الناس بصفاتهم لا بذواتهم. نعم دكتور. نعم. فهو واضح يعتبر غش. زهرة من عند فلا اللي قالت إشكال بالنسبة لعقار الصور يعني بينها وبين الجارة تاعها، وقالت باللي نحن ننتظر الخبير منذ شهور، لم يأتي بعد الخبير للنظر في هذه القضية، تريد استشارة منك دكتور. تفضل. نعم لك الفضل. وبعدين قالت الجارة ترفض الصلح. ترفض الصلح هكذا. نعم. نعم. يا أختي زهراء، أولا إن شاء الله شوفي من يبلغ جارتك لتقبل الصلح، لأن المسألة بسيطة. يعني هو جدار بينكم وبينهم. أولا ربي ونبي وصوا على الجار. يعني ها النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار كيكون مسلم معنى عنده حقان. الحق الأول حق الجوار، الحق الثاني حق الأخوة الإسلامية. نعم. يعني عنده زوج حقوق. إذا كان واحد ماهوش مسلم عنده حق الجوار. إذا كان واحد مسلم وقريب يعني في العائلة نعم. عنده 3 حقوق. 3. عنده حق نعم. الجوار، وعنده حق باعتباره إنسانا لأنه، وعنده حق مسلما باعتباره يعني قريبا، يعني تربطه يعني قرابة دموية. نعم. نقول للجارة التي ترفض الصلح بعثي لها من يحدثها لتقبل بالصلح لسببين. السبب الأول أن المسألة بسيطة، لأنه كي نديروا الجدار نشوفوا المعالم، نشوفوا الحدود. إذا كان مثلا يعني أنتم تملكون 50 متر مربع، 50 نعم. متر، نعم. وهما يملكوا 60 متر، نشوفوا شكون اللي يدخل في الآخر. وهناك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحتى في أحاديث اللعنة النبي عليه الصلاة والسلام يلعن من يغير المعالم، سواء الحدود في الحدود. بعض الناس يقول لك أنا حرث مرة يدي 50 سنتيم، مرة 10 سنتيم. نعم. يعني هذيك المنارات، هذيك المعالم، هذيك الحدود الشرعية
في العقارات والحدود تفصل بين ممتلكات الناس لا يجوز شرعا أن تغير أو أن تطمس. والشخص الذي يفعل ذلك يكون أحد الشخصين، قد يكون معتديا وقد يكون غاصبا. يكون معتديا إذا طمس المعالم وغيرها دون أن يستفيد منها هو نعم. وإذا استفاد منها يعتبر غاصبا. وفي الحالتين معا يعني الأمر مرفوض مخالف لشرع الله عز وجل. إذن هذه المسألة تحل بطريقة ودية، ولا حرج من الاستعانة بخبير عقاري يأتي بطريقة ودية، لأنه في الإجراءات القانونية تطول. هي قالت أنه عندها مدة يستنى وما جاش. نعم. درك الآن لا أدري يا أختي، أنت لم تفيدين بجميع التفاصيل. الذي أعلمه أن القضية حينما تطرح على مستوى القضاء، على مستوى القسم العقاري، نعم. القاضي يعين خبيرا يندب خبيرا عقاريا لمعاينة مكان النزاع، للنظر في العقار يعني محل التنازع. نعم. باش هو الذي يضبط الحدود. وطبعا ثم يرفع تقريره المتعلق بالخبرة إلى القاضي، والقاضي يأمره بتطبيق تلك الخبرة. نعم. فإذا اعترض أحد الطرفين له الحق في طلب الخبرة المضادة، كونتر اكسبيرتيز. ولكن هذه إجراءات تطول. لكن نقولوا اتقوا الله يا ناس، المسألة بسيطة، حلوها بطريقة ودية. ممكن تجيبوا الناس نتاعكم ثم جيران، ناس مصلحين، يشوفوا بيناتكم، يحلوا المسألة. وربما إذا كان سنتيمترات ولا حاجة خفيفة يعني يكون تنازل، يكون تسامح. وحنا تحدثنا عن السماحة. لا بد أن يكون الإنسان سمحا، ما يلزمش يقول لك ناخذ حقي كاملا في كل شيء. إذا كان واحد يمشي هكذا والله ما تتكمل الدنيا هذه. إذا كان في الطريق يدي حقه كامل، إذا كان في الإدارة حقه كامل، كل شيء حقه كامل. والآخرون يعني يطالبهم بالتنازل. لا، لازم كل واحد يتنازل من طرفه، ونتناغم ونتعايش وتستقيم أمورنا على خير إن شاء الله. نعم، وضرورة إيجاد التوازن بالنسبة للطرفين. دكتور الياقوت من فرنسا. نعم الأخت، تسمحوا لنا سادتي الأفاضل يعني باش نقضيوا على الديون نتاعنا. نعم. الياقوت أجبناها المرة اللي فاتت الأخت نجاة، ولكن فيه بعض التفاصيل نذكرها فقط باختصار. أختي الياقوت من فرنسا، قلتي الوالدة نتاعك تخلى والدي عنها يعني، فعادت إلى أهلها واعتنى بها حتى مات في 91 الله يرحمها. نعم. وبعدين الوالد نتاعك تزوج بزوجة ثانية إلى آخره. نعم. وأنجب منها ابن وهو أصغرنا. بعد سنوات مرض والدي بالسرطان، مرض والدي بالسرطان، وشهر قبل وفاته أحضرت زوجته وابنه طبيبا وموثقا وشهودا. نعم. يعني داروا تم إجراء عقد البيع، عقد صوري. علقنا قلنا هذه صورة من صور عقود البيع الصورية. نعم. يعني ما هيش عقد حقيقي. نعم. يأتي الطبيب مع الشهود مع النوتير الموثق، يأتي للدار باش يديروا هذا. أولا يعني استبعد أن يحصل هذا. نعم. من باب الاحترام والتقدير لإخواني الموثقين جميعا وكل الذين يتعاونون مع سلك القضاء. ولكن مع ذلك نفترض إذا حصل هذا، من باب الافتراض الجدلي، إذا حصل ذلك فهذا أمر غير مقبول، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية التربوية الأخلاقية. قلت أنه طلبنا من أخينا أن يعطي ولو جزءا يعني صغيرا لأخينا الآخر، فنحن 4 أولاد يعني ابن وبنتان. هل يحق؟ نعم يحق لكم ذلك، بل يحق لكم أكثر من ذلك. ما هو؟ أن تقسم التركة طبقا للفريضة الشرعية. والدك مات وترك زوجة صاحبة الثمن وترك ابنين وابنتين، ما بقي يقسم عليهم طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبارهم عصبة بالغير. هذا هو الحل الشرعي. ولا يجوز، أنبه، لا يجوز بيع أي قطعة أرضية مهما كانت صغيرة، ولو متر مربع واحد ولو أقل من ذلك. لا يجوز بيع قطعة أرضية أو أقل من ذلك إلا بعد تقسيم الأراضي المتروكة طبقا للفريضة الشرعية. فإذا آل إلى كل وارث منابه، هنا يجوز له أن يتصرف فيما يملك، ما دامت الممتلكات على الشيوع. راكم في لانديفيزيون، راكم على الشيوع، التركة ماشي مقسمة على حسب شرع ربي.
هنا ما نشوفوش الكواغط يا جماعة الخير. نعم. ماشي اللي يمسك كاغط في يده يقول لنا عندي كاغط ويظلم ويحقر به الناس وروح يبيع ويشري، ما عندوش الحق. راه هذا برنامج شرعي، نقول يا الناس اتقوا الله، ربي اللي خلق السماوات والأرض هو اللي يقول لازم تطبقوا علم الفرائض كما راهي قالها ربي في القرآن الكريم باش تتهنوا في الدنيا وفي الآخرة. كل واحد يأكل حقه في الدنيا حلال مهما كان قليلا، وعند ربي يوم القيامة تتهنوا. ونذكركم دائما ببعض الآيات في آي القرآن ربي فيما يتعلق بالمواريث. ربي قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اتقوا الله. هذا هو جواب الأخت الياقوت. عندها سوء قضية ثانية، إما كي ماتت في 91 ماتت قبل جدك مات في 98 وترك زوجة واربع أبناء وثلاث بنات، وترك أولاد البنت المتوفاة، يعني أولاد الياقوت. نعم. هي تقول الآن هل عندنا حق؟ قال لك خالنا واحد منهم قال ما تديوش. دائما نلقاو الناس اللي قاتل خالي واحد آخر لم يعارض. يعني شوف الناس اللي يخافوا ربي نجاة رحمة ربي، لم يعارض، يعني لأنه يعمل بالشريعة. نعم. إذا كان ما يعرف الشريعة يسأل. يبقى نقول لك يا أختي الياقوت، أشكون اللي ورث الميراث نتاع جدك؟ الزوجة نتاعو صاحبة الثمن وأربع أبناء وثلاث بنات، ويديو كذلك يرحمك الله وكذلك يورثوا أولاد البنت اللي هي أمك اللي ماتت في 91. يعني أمك ماتت قبل جدك، أمك ماتت في 91 وجدك مات في 1998. أنتما يا أولاد المرأة المتوفاة الآن، يعني الياقوت وأخواتها وإخوانها، أنتم تورثوا طبقا لقانون نتاعنا لقانون الأسرة، وبالضبط في المادة 169 حتى المادة 172. 4 مواد تنص على ما يسمى بالتنزيل، وهذا التنزيل يتم بقوة القانون. معنى خالك اللي قالكم ما تديوش راه غلطان، أنتم تديو. وننصحكم باش تقسموا التركة الاميابل، تقسموها بالخير. لو كان تروحوا للمحكمة تديو حقكم يقينا. إذن علاش ما تروحوش طريق راكورسي كما نقولوا، أخسر طريق مباشرة وتقسموا التركة هذه وتحافظوا على أخوتكم، وربي يحفظكم ويستركم وينصركم. بارك الله فيك. نشكر فضيلة الدكتور على هذه الإجابة، والإجابة كانت واضحة برسائل ركز فيها عن الشرع وركز فيها أيضا عن الجانب القانوني. حلقة هذه السهرة عنوان الحلقة الاستقرار الاجتماعي، أو بالأحرى البحث عن الاستقرار الاجتماعي. نعود إلى فضيلة الدكتور لنسأله. الدكتور، الاستقرار الاجتماعي نعم. هو عنوان هذه الحلقة. يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها كافة المجتمعات الإنسانية البشرية في العالم. وعدم استقرار هذه المجتمعات يؤثر على كافة الأصعدة، سواء كانت الدينية، الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية. دكتور، دائما في برامج والصلح خير وفي حلقاته تؤكد على الطريق إلى التقوى، الطريق إلى الهدى، الطريق إلى الصلح، إلى إصلاح ذات البين، إلى السماحة، إلى التسامح، إلى العفو وإلى الصفح. السؤال المطروح لفضيلة الدكتور: كيف نحقق هذا التوازن الاجتماعي في وسط هذه الحلقة المفقودة، ربما ما يحدث في العالم من أزمات وفتن وحروب وسفك لدماء المسلمين، وفي أوطاننا أيضا بناء على بعض المعطيات أنت أدرى بها، والرسائل دائما تكون مركزة مع فضيلة الدكتور؟ تفضل بهذا السؤال دكتور. لك الفضل. أولا إن شاء الله لن أطيل عليكم سادتي الأفاضل، أجيب عن سؤال الأخت نجاة بشكل مركز في شكل الرسائل. الرسالة الأولى: عالم اليوم يعيش ألوانا من الهزات والزلازل على جميع المستويات. نعم. الجانب السياسي، الجانب الأمني، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الثقافي، الإعلامي. هذه رسالة مهمة. الرسالة الثانية: أن عالم اليوم يرفض الضعفاء، أن عالم اليوم يتكتل فيه الأقوياء
للقضاء على الضعفاء، نعم. والضعفاء لا قيمة لهم، هذه من جهة. الرسالة الثالثة: لا قيمة لهم بالنسبة للعالم القوي. نعم نعم. نعم. وقد قال الشاعر، يقول: قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هذا الذي نلاحظ. نعم. الرسائل واللبيب قوية. بالإشارة نعم. يفهم. نعم. الرسالة الثالثة: إذا نظرنا إلى أمتنا نجد أو نلاحظ يعني ما يحزن وما يبكي. لا ننكر الجوانب المشرقة المضيئة في أمتنا، نعم. فنحن نريد أن نزرع الأمل، ولكن أيضا عوامل اليأس كثيرة جدا. كلما فكرت في حاضرنا عقني اليأس عن المستقبل، قد مشى الغرب على هام السها ومشينا في الحضيض الأسفل. الرسالة الرابعة: القيم الوافدة الداخلة علينا تدمر منظومتنا الفكرية، تدمر منظومتنا الثقافية التربوية. فمنظومة القيم عندنا إنها تهتز بشكل مخيف حقيقة. ثم أن الطبيعة ترفض الفراغ. نعم. إما نكون في المستوى التصدي والتحدي، وإلا ستكون عندنا قابلية، وقد أشار إليها أستاذنا المفكر الكبير الجزائري العالمي مالك بن نبي رحمه الله، تحدث عما يسمى بالقابلية للاستعمار. نعم. إذن أو الاستدمار كما يقول الشيخ مولى القاسم رحمه الله. لابد أن نعالج هذه القابلية في أنفسنا، في عقولنا، في أفكارنا. فأمننا التربوي مهدد، وأمننا الفكري مهدد، وأمننا الاقتصادي مهدد، وأمننا الاجتماعي مهدد. رسالة أخرى أبدأ بها حديث اليوم: أن الاستقرار مطلب فطري. الإنسان كي يكون ستابل، يعيش مستقر في عمله، في أسرته، في كل مكان، سوف ينتج، سوف يبدع، سوف يتفتق عقله. نعم. ويفكر ويبدع ويبني نهضة ويبني حضارة، أليس كذلك؟ نعم. أما الإنسان الذي كثرت مدمراته، مدمر نفسيا، مدمر معنويا، تربويا، هذا يعني لا يمكن، لا ننتظر منه شيئا، ففاقد الشيء لا يعطيه. لذلك لابد أن ننتبه أن الاستقرار الاجتماعي مهم. مهم أولا لتحقيق التنمية، مهم لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، مهم للإبداع، مهم للتماسك الاجتماعي. نعم. مهم لزرع القيم في أوساطنا. نعم. يعني فالاستقرار الاجتماعي مطلب أساس لا يمكن أن يتحقق إلا بشروط. الشرط الأول هو تحقيق أسرة مستقرة. نعم. ودائما نكرر أن الأسرة هي أساس. نعم. هي النواة. نعم. إذا كانت الأسرة مستقرة يكون المجتمع مستقرا أقوى، وإلا لا يمكن. نعم. لأن المجتمع يتشكل من مجموعة أسر. الأمر الثاني: لابد من رعاية المؤسسات العرفية القائمة. نعم. مؤسسات منتشرة في المجتمعات. هذه المؤسسات العرفية لابد أن تشجع من أجل أداء دورها الاجتماعي في تحقيق الاستقرار بالتعاون مع المؤسسات الرسمية. نعم. وكذلك لابد من رعاية حقوق الإنسان. لأن نعم. الإنسان إذا هضمت حقوقه هو سيكون عامل دمار في المجتمع. نعم. يقول كان مانيش مرتاح، حقوقي مهضومة، أنا أيضا ندير لكم مشاكل. نعم. أليس كذلك؟ نعم. إذن لابد أن نرى حقوق الإنسان على جميع المستويات. فهذا الإنسان الذي تحفظ حقوقه وترعى حريته سيكون عامل بناء لا عامل دمار. سيكون نواة نافعة في أسرته وفي مجتمعه. وإذا تحقق الاستقرار الاجتماعي يتحقق ما ذكر من تنمية ونهضة وحضارة. بارك الله فيك دكتور. إذا كانت هذه رسائل المقدمة كانت واضحة، ركز فيها فضيلة الدكتورة سعيد بويزري على ضرورة إيجاد أرضية للاستقرار الاجتماعي في العالم بأسره وفي أوطاننا أيضا. إذا زاوية مسعود بالمسعود في دائرة الطيبات بولاية ورقلة احتضنت ونظمت خلال نهاية الأسبوع الفارط الملتقى العلمي الخامس عشر تحت عنوان دور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والقيم الوطنية. هذا الملتقى جاء خدمة للقرآن الكريم
وفاء للعلماء وتخليدا لمآثر العلامة الشيخ سيدي محمد بالكبير. نتابع هذا الروبورتاج ثم نعود لمواصلة النقاش في هذه الحلقة التي هي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. تابعوا معنا. لمن يريد التواصل مع برنامج والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz. كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. إذن كانت هذه الأرقام الهاتفية يمكنكم الاتصال بنا من خلال هذا المباشر. والآن يقول سفيان وسيد أحمد بن عمر المخرج حان الوقت لمشاهدة هذا الروبورتاج من أرض الطيبات بورقلة. تابعوا معنا. أنت هي بلدة الطيبات تقع في مدينة ورقلة، رمال وواحات أنجبت أعظم الرجال، رجال أصلحوا بحبرهم وعلمهم وفقههم، ملأوا بقاع الصحراء بأضواء الإيمان. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا نجاة. البرنامج سيكون في المساء إن شاء الله. إن شاء الله. جميلة جدا هذه المناظر الطبيعية. ما شاء الله. ونتواجد الآن بولاية ورقلة. نعم. دكتور، والوجهة إلى زاوية مسعود بالمسعود لتغطية ملتقى القرآني الخامس عشر المعنون بدور الزوايا في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي. ونحن دائما في برنامج والصلح خير نبحث عن الاستقرار الاجتماعي سواء كان في الأسرة أو في المجتمع. دكتور. نعم، عنوان ملتقى هذه السنة مهم جدا لأنه يعالج موضوع الاستقرار الاجتماعي، أسباب تحقيق هذا الاستقرار، ولا شك أن للزوايا دور كبير في تحقيق هذا الاستقرار. نعم. والاستقرار الاجتماعي هو أساس تحقيق التنمية، هو أساس تفتيق العقول، هو أساس الإبداع والإنتاج في جميع المجالات. لا بد أن يتحقق الاستقرار، ولكن بتعاون وتضافر جهود الجميع، خاصة دور الزوايا التي أدت دورها تاريخيا وهو دور ريادي، وهي مدعوة الآن لتقوم بهذا الدور من أجل تحقيق هذا الاستقرار في هذا البلد. واحات النخيل رغم العواصف الرملية العاتية التي هزتها ظلت شامخة في مكانها كأنها جبل عتيد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ربنا جل جلاله ذكر الإبل قبل السماء. سفينة الصحراء. طيب دكتور، كيف نوظف خصائص الصحراء في الصلح، في مجال الصلح؟ هذه الصحراء الجميلة الواسعة بإبلها وبخيراتها نوظفها أولا سعة الصحراء، نوظفها في تحقيق سعة الخاطر، لأن المشكلات من أسبابها الكبرى ضيق الخاطر والقلق. فحينما نرى هذه الصحراء بسعتها وشساعتها نتعلم منها سعة الخاطر، ونوظف إبل الصحراء في تحقيق الصبر. فالصبر الجميل دعامة لتحقيق التسامح والصلح والتنازل وترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. دكتور، على بركة الله الآن الوجهة إلى زاوية مسعود بالمسعود لتغطية الملتقى في برنامج والصلح خير. إن شاء الله. تفضل دكتور، نمشي شوية. هو الوفاء في مواصلة مسيرة العارف بالله الشيخ محمد بالكبير، العالم الفقيه الصوفي الصالح.
ومتانة. هناك مضامين التدخلات التي ألقاها العلماء الفضلاء كانت حول زرع الاستقرار الاجتماعي وتعزيز القيم الوطنية وترسيخ السلم الاجتماعي. وتحقيق أهدافها. وأكد المتدخلون أيضا أن رجال الزوايا يحاولون الحفاظ على الأسرة بمقوماتها الدينية ومكافحة الفساد وتحقيق العدل الاجتماعي كما هو في الإسلام للوصول إلى الاستقرار. في الختام تفضل الدكتور الطاهر برايك بمديح يمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا بني الرحمن فضله رسول الله خذ بيدي قمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباري وخيرته عدل أهل الحل والحرم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي قلبك يصفو سامح أنت لقد أثلج صدورنا بمديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدكتور الطاهر برايك. بارك الله فيك وبارك الله في علماء الجزائر، ومن بينهم كان أيضا فضيلة الدكتور السعيد بويزري وجملة من الدعاة. سنشاهد بعض الانطباعات خلال هذا المباشر. فضيلة الدكتور، قبل أن أتوجه بسؤال إلى فضيلة الدكتور، نشكر جزيل الشكر الفرقة التقنية لمحطة ورقلة وعلى رأسها السيد المصور محمد بوقطاية، المختص في الصوت السيد بداع يوسف، والطاهر السائق جنادرة طاهر. مشكورة محطة ورقلة الجهوية التي تعاونت معنا من أجل تغطية هذه التظاهرة الدينية. نعم، إذا قبل ذلك سفيان، ربما فضيلة الدكتور كانت انطباعات جميع الحاضرين في زاوية مسعود بالمسعود التي شددت وأكدت على ضرورة الاستقرار الاجتماعي، وقد كنت قد تدخلت بمحاضرة عنوانها الأمن الفكري، وقلت كفانا من الأفكار الميتة والمميتة. ما هي الرسائل التي ربما نستخرجها من فضيلة الدكتور خلال هذه الحلقة حتى يتسنى للمشاهد فهم هذه التظاهرة؟ تفضل دكتور. ثم عفوا دكتور سنأخذ الاتصالات. سفيان. شكرا سفيان. شكرا سيد أحمد. شكرا للعارضة التقنية. شكرا. نعم دكتور. اتصالات أولا. لا سؤال. نعم. أجيب باختصار فأقول وبالله التوفيق. أولا الرسالة الأولى أن للزوايا في الجزائر المبثوثة على مستوى القطر الجزائري يعني أهمية كبرى، أدت دورها تاريخيا، فهي التي كونت الرجال، وهي التي ربت المقاومين القادة الذين قادوا الثورات وقادوا الانتفاضات المختلفة على مستوى القطر الجزائري إلى أن يعني قامت الثورة الجزائرية الكبرى في 1954 وخدمت القرآن الكريم وخدمت اللغة العربية وزرعت القيم وربت وزكت إلى آخره. ولكن المطلوب الآن من الزوايا أن تؤدي دورها في بناء الإنسان المتوازن، في بناء الإنسان المتسامح، في بناء الإنسان الذي يحب دينه ويكون وفيا لوطنه فيخدمه ولا ينقضه، إذ لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه.
ثم أن نكون جميعا زوايا ومدارس قرآنية وإعلام ومساجد إلى غير ذلك وعلماء وأساتذة في كل من موقعه، أن نكون يعني في مواجهة الأفكار المميتة التي تقتل حضاراتنا وتقضي على تماسكنا، وكذلك الأفكار الميتة، ونبعث ونخدم الأفكار الحية. أكتفي بهذا. بارك الله فيك دكتور. يقول ربما سفيان نأخذ أول اتصال ونفتح أبواب الحوار. أحمد بوزيان من أي منطقة؟ أحمد بوزيان من العاصمة. السلام عليكم أخي الكريم أحمد بوزيان. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. عنوان الحلقة الاستقرار الاجتماعي. ربما عندك تدخل سيد أحمد بوزيان، تفضل. أولا الرحمن الشكر دائما السلام على محمد وعلى وصحبه. يقول سفيان سيد أحمد بوزيان نقص للتلفزيون حتى نستمعك جيدا وما يكونش الصدى. تفضل. نعم تفضل. إن المشار والذي حول الاستقرار الاجتماعي إنه لموضوع مهم. معذرة ما راناش نسمعوا فيك جيدا. سفيان، هل المشكل في طيب شكرا. سيعود للاتصال. المكالمة رديئة، نتأسف، ربما هذا راجع لأمور تقنية. ننتظر ربما مكالمة ثانية ونحن نتحدث عن الاستقرار الاجتماعي. فضيلة الدكتور، قلت قبل قليل لا نستحق الحياة في وطن لا نحميه. هذا شعار قوي ورسالة قوية. من لا يحمي الوطن الذي يعيش فيه كيف يكون جزاؤه تجاه نفسه ووطنه وأمته ومسؤوليته؟ هو من الناحية الشرعية. نعم. دكتور، طيب. حب الوطن من الإيمان. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة نظر إلى مكة ويودعها فرارا بدينه وحماية لعقيدته، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. نعم. وهي أحب أرض إليه. إذن فحب الأرض وحب الوطن من الإيمان. ثم أن هذا الوطن العزيز مات من أجله الكثير، الملايين من الشهداء قدموا أرواحهم الغالية في سبيل الله وفي سبيل الوطن. ثم أن هذا الوطن هو أمانة في أيدينا جميعا. لابد أن نخدمه. لابد أن نزيد تلك الأفكار الميتة المميتة، يقول لك خلات ومبقى والو، البلاد راحت إلى آخره. نعم. فكلنا في سفينة واحدة، الجميع مسؤول. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذن لا أحد يتملص من المسؤولية. نعم. هذا من جهة. ثم أن كل إنسان يقدم ما يستطيع، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في من موقعه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولكن على أن يخدم هذا الوطن. أما أنه يستغل ثروات البلد كما نقول بالدارجة، يأكل الغلة ويسب الملة، نقول لهؤلاء ستحاسبون أمام الله أولا ثم أمام التاريخ ثانيا، والتاريخ أستاذ مشاهد. نعم. طيب دكتور، هناك مراسلة من السيد حكيم من ديار الغربة يقول بالنسبة لمن هم في ديار الغربة كيف يساهمون في الاستقرار الاجتماعي وهم بعيدون كل البعد عن أوطانهم؟ أولا الذين يعيشون خارج الوطن هم سفراء لهذا الوطن. نعم. يكفي أن يكونوا مواطنين صالحين هناك، لأنه الذي يسعدنا أن تأتينا أخبار عن جالياتنا وهم يحققون المواطنة الحقيقية في البلدان التي يعيشون فيها، من خلال احترام قوانينهم، من خلال إظهار صور التحضر السيفيزم بين أولئك الناس، من خلال تحقيق ما يسمى بالسفارة، لأن كل مواطن يخرج من البلد ويعيش في بلد آخر. نعم. إما للدراسة أو للتجارة أو لأي أمر آخر نافع، فهو سفير بلده وهو سفير وطنه. فحينما يكون مواطنا صالحا هناك، وحينما يقدم الوجه الحسن للجزائر أو لأي مسلم في أي مكان،
نقول قد أديت واجبك وبرأت الذمة وأقمت الحجة، فإنك تخدم وطنك بأن تبين الوجه المشرق لوطنك، الوجه المضيء لوطنك. هذه قيم وهذه معالم يحتاج إليها المغتربون حفظهم الله، وجعل إقامتهم هناك إقامة إيمان وتقوى ونفع وخير إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين. حنا ما ألفناه عند شيوخنا كل ما يرفعوا الدعاء دائما يدعوا المغتربين. يقول يا ربي غريفا ان شاء الله سالمين غانمين ثمورث نسن سيما ولا نسن الدريان سن، وهذا يحفظ ربي غريفا لنا ذي كل مكان، ولا نوستالجيا هذيك اللي تجبدهم. يبقوا دائما اوفياء للدين وللوطن، ولكن في نفس الوقت ايضا يخدمون البلد اللي هم عايشين فيها من خلال احترامهم لواجبات المواطنه، ويطالبون بحقوق المواطن والمواطنة. بارك الله فيك. إذا إن شاء الله ربي يحفظ الجالية المسلمة في العالم بإسره. يعود إلينا أحمد بوزيان من العاصمة. السلام عليكم أخي الكريم أحمد. ورحمة الله وبركاته. نحن نستمع إليك جيدا الآن، تفضل. ربما عندك مداخلة في موضوع الاستقرار الاجتماعي، نحن نستمع، تفضل. نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا نحييكم على هذا المجهود الذي تبذلونه في هذا الباب، كما نوجه التحية الخالصة أيضا لدكتورنا الكبير السيد سعيد بوزري على هذا المجهود الذي يبذله في هذا الميدان. بارك الله فيك. شكرا. ولعل الموضوع هذا الموضوع الذي اخترتموه ألا وهو الاستقرار الاجتماعي. نعم. مما لا شك فيه أن الاستقرار بصفة عامة أو بصورة عامة، نعم، فضلا عن التماسك الاجتماعي، يمثل صمام الأمان في أي مجتمع من المجتمعات. نعم. ووجود هذا الاستقرار الاجتماعي إنما يقود إلى تقدم وبناء المجتمعات، حيث عادة ما تكون المجتمعات المستقرة نعم أكثر نموا وتطورا من تلك المجتمعات الغير مستقرة. نعم. وهذا ما ذكره الدكتور في بداية هذه قبلها لحظات. نعم. كما يعتبر أيضا الاستقرار الاجتماعي الشرط الأول لمواجهة أي هزات وأي ربما فروقات في المجتمع أو أي تفكك في المجتمع. إذ يهدف الاستقرار الاجتماعي إلى ماذا؟ يهدف إلى البناء النفسي للإنسان، ويرتقي أيضا بالبناء الروحي. نعم. الذي تعمل الزوايا من أجله. بارك الله فيك. أيضا البناء المادي. نعم. حتى يستطيع الإنسان أن يتعامل مع العصر بكل تطلعاته ومتطلباته الاجتماعية والسياسية والثقافية. بارك الله فيك. نعم. كما يمكن لنا أن نضيف هذا أن الإسلام نعم. وهذا الدين الحنيف الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الآية الكريمة التي جاءت يقول فيها الله عز وجل: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم ماذا؟ نعم. جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعم. حتى يحقق الاستقرار في الأسرة، لأن الاستقرار الأسري هو البناء الأساسي وهو النواة الأساسية التي يبنى عليها الاستقرار الاجتماعي. نعم. والاستقرار الأسري نعم. كما ذكره الدكتور في كلامه أيضا يعتمد على الاستقرار النفسي للفرد. ولهذا ربنا عز وجل جعل لهذه الأمة خير عظيم. نعم. ونعمة ما بعدها نعمة، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. بارك الله فيك. الإيمان بالله عز وجل هو الذي يولد ماذا؟ يولد الطمأنينة ويؤثر في نفسية الإنسان، الذي يجعله يعيش في اطمئنان وتكون له ثمرات، ومن ثمراته الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل. من الله لا يتعدى على أحد. بارك الله فيك. لا يسلب قوت أحد ولا يؤذي أحد
بوركت في هذا التدخل سيد أحمد بوزيان من العاصمة، بارك الله فيك. جملة ولكم كل الشكر ولك أيضا الشكر بالنسبة لهذه المداخلة القيمة والتي تفيد البرنامج، خاصة ونحن على المباشر، لأن جميع المشاهدين يستفيدون من هذه الحلقات، حلقات برنامج والصلح خير، كيف لا، ونحن نصلح ذات بيننا مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري. وفقكم الله وجزاكم خير إن شاء الله. وفقك الله أيضا سيد أحمد بوزيان من العاصمة، نشكرك جزيل الشكر. نعم دكتور، إذن كان التدخل في غاية الأهمية بالنسبة لأحمد بوزيان من العاصمة. أكيد أنه تريد التعقيب الإيجابي بطبيعة الحال، لأنه كل الإيجابيات في تدخله. تفضل دكتور. أخي أحمد، أشكرك جزيل الشكر على هذا البيان وعلى هذا التشخيص الذكي لمشكلاتنا، وهذا التحليل أيضا الذكي نعم لواقعنا. بارك الله فيك يا أخي أحمد. بدأت حديثك ببيان أهمية الاستقرار على أنه صمام الأمان. بوركت يا أخي أحمد، جزاك الله خيرا. وكيف أيضا ربطت بين الاستقرار داخل الأسرة والاستقرار في المجتمع. يعني فهذه معادلات مهمة جدا. لا شك أن العقلاء هم الذين يهتمون بما أنت تهتم به يا أخي أحمد، من خلال هذه الفكرة البناء. هذه هي الفكرة الحية. ذكرنا قبل حين الأفكار الميتة والمميتة، ولكن أيضا نحتضن ونرحب بالأفكار الحية. هذه الفكرة طرحها أخي أحمد جزاك الله خيرا. استقرار الأسرة أساس استقرار المجتمع. ثم أشار أيضا إلى صمام الأمان، الإيمان بالله عز وجل. كل خير يتحقق في هذا الوجود يعني له صلة وثيقة بالإيمان بالله. الإيمان بالله عز وجل. الذي يؤمن بالله يخاف الله، والذي يخاف الله يبني ولا يهدم. يعني لا يمكن أن يكون معول هدم، لأنه يتذكر دائما أنه سيلقى الله حتما في يوم من الأيام. لذلك فمربط الفرس في الحقيقة مرتبط يعني متعلق بالإيمان بالله عز وجل. بارك الله فيك أحمد. ما نقدر نعلق لأن الأفكار كلها جيدة ومفيدة. أسأل الله أن تثمر هذه الأفكار في كل من يستمع إليها، فبارك الله فيك يا أخي أحمد. ربما سيد أحمد سفيان ممكن مشاهدة الاستجوابات في هذا الروبورتاج من خلال بعض المعطيات وانطباعات من شارك في هذا الملتقى 15 للقرآن الكريم. ممكن مشاهدة هذا الفيديو سيد أحمد؟ نعم، إذا ممكن مشاهدة هذا الاستجواب الذي أجريناه مع من تدخل من خلال إلقاء محاضرة في إطار هذا الملتقى. تابعوا معنا ونعود لاستقبال مكالماتكم والنقاش في برنامج والصلح خير، ونحن نبحث عن الاستقرار الاجتماعي. تابعوا معنا. واحنا هذه بداية بالقرآن العظيم، ونسعى نرجو من الله سبحانه وتعالى نجنوا ثمار الاستقرار والاطمئنان في الدول العربية كلها، وخاصة في الجزائر وبيحفظك إن شاء الله. ونربط بين الماضي والحاضر مع قرآنا إن شاء الله، وعلما وعقلا ومنهجا وسلوكا وطريقا مستقيم، وبيحفظنا يحفظ دول الأمة الإسلامية إن شاء الله تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله. إننا نبارك جهود هذه الزاوية لأننا علمنا مرجعيتها الروحية والعلمية وشهدنا ثمرتها، ولذلك فنحن نثمن جهودها ونبارك أعمالها ونحرص على الاستجابة لدعوتها في مثل هذه الملتقيات المباركة إن شاء الله. كما سمعتم في الكلمة التي يسر الله أسباب إلقائها في هذا الجمع الكريم، كان الحديث عن دور الزوايا في إرساخ هذه القيم، إرساخ الاستقرار الاجتماعي وترسيخ أيضا القيم الروحية والوطنية. ومن أهم
الأولويات التي نراها أكثر إلحاحا في واقعنا اليوم، وهي التي نلزم أنفسنا بها وندعو إخواننا جميعا إليها، ولا سيما القائمون على عمارة هذه الزوايا أن يوجهوا جهودهم ويوحدوا جهودهم في سبيل هذه الرسالة الجامعة والساعية إلى رأب الصدع وإلى تأليف القلوب وإلى جمع الكلمة وإلى إصلاح ذات البين. حرصنا دائما من أجل أن يعود المجتمع إلى وضعه الصحيح، أسرة واحدة تسوده الأخوة، تسوده المحبة. فإن الصلح هو سيد الأحكام، والصلح ينقسم إلى قسمين: الصلح بين العبد وربه بأن يتوب الإنسان ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بثقة وبطمأنينة وبكل اعتراف له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ونتعلم من ذلك كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى في مستوى الألوهية والربوبية. والصلح بين العباد هو الخير، لأنه من ورائه يبث التسامح ويبث اليسر والمحبة والتعاون على البر والإخاء. ولهذا من هذه الناحية يكون الصلح خير. ومن خلال الصلح يأتي الاستقرار والطمأنينة ومحبة الناس بعضهم ببعض. لهذا جعله العلماء هو سيد الأحكام. قلبك يصفو سامح أنت الراحة. إذن للتذكير كانت هذه التدخلات في إطار هذا الملتقى. المتدخل الأول كان الشيخ مسعود بالمسعود، زاوية مسعود بالمسعود، ولاية ورقلة، دائرة الطيبات. والتدخل الثاني كان للشيخ مأمون القاسمي، زاوية الهامل ببوسعادة. والثالث كان الشيخ محمد كامل سعادة، وهو من أقطاب جامع الزيتون. دكتور، نأخذ اتصال ثم نعود إلى المتدخلين. يقول سفيان السيد بن عمر أستاذ يتصل بنا من العاصمة. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك السيد بن عمر معنا في برنامج والصلح خير، وفي حلقة الاستقرار الاجتماعي. ربما عندك تدخل أو مساءلة أو إضافة، تفضل. شكرا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يتعلق بهذا الموضوع، في نظري أن هناك عاملين على الأقل يمكن التركيز عليهما في مسألة التفكك الاجتماعي. الأول في مسألة التفكك الاجتماعي. نعم، العامل الأول. نعم. العامل الأول هي عوامل تاريخية أو العامل التاريخي. نعم. وهذا العامل تسبب فيه الاستعمار الفرنسي. نعم. طيلة 130 سنة وأزيد من ذلك. نعم. وهذا بتدمير البنية الاجتماعية المرتكزة على مؤسسة العائلة الكبيرة أو على نظام الجماعة تجمع. نعم. وكذلك بتفكيك المؤسسات الاجتماعية التي تؤمن التضامن بين أفراد المجتمع. ونحن نعرف أن في العهد العثماني كان هناك مؤسسات وقفية نعم. تعنى بالمرضى والمحتاجين والطلبة والأعمال الخيرية في المجتمع، مثل سبل الخيرات وغيرها. هذه المؤسسات كلها فككت، ولما علم أن قوة المجتمع الجزائري منبنية على هذه المؤسسات. نعم. هذا في المجال التاريخي. أما في المجال الثاني أو العامل الثاني هو العامل التربوي الذي تجتمع فيه المسائل النفسية والاجتماعية. فالتربية المنبنية في هذا العصر خاصة على ثقافة التخلي من قبل الأم ومن قبل الأب على حد سواء.
كيف ذلك أستاذ؟ التخلي أو ما يسمى بالأنانية. عندما تودع الأم ابنها في الحضانة وتذهب إلى العمل مثلا، نعم، ويعني تحرمه من هذا الحنان ومن كل ما يستحق الطفل في عمره الأول وفي الطفولة المبكرة. نعم. وكذلك الأب عندما يغادر البيت ويتوجه إلى المقهى ويترك أبنائه في البيت بدون رعاية وبدون يعني اهتمام. ضرورة التواصل مع الأبناء بالنسبة للزوج والزوجة. نعم بالضبط. هل هناك حل تقترحه أستاذي؟ لأنه كل العاملات أريد أن أضيف نعم. يعني ما يتعلق ب ثقافة المطالبة بالحق دون أداء الواجب. نعم نعم. وهو كذلك وهي ثقافة سائدة عندنا في الجزائر وفي المجتمعات يعني النامية بصفة عامة. نعم. وكذلك الأنماط المعيشية التي فرضتها العولمة وخاصة ما يتعلق منها بتكنولوجيات الاتصال. نعم. الهاتف واللوحة الرقمية والأنترنت وكل أنواع التكنولوجيات هذه الجديدة التي أصبحت موجودة بكثرة في الأسرة. نعم. أصبحت تفرق بين أفراد المجتمع. بارك الله فيك. وأفراد الأسرة الواحدة. نعم. حتى يصبح هؤلاء يعني في جماعة في اجتماع أو في لقاء كأنهم متفرقين وليسوا مجتمعين. ولا يتحدثون بل يتحدثون مع هواتفهم. نعم. نعم. هذه كلها يعني ممتاز. نعم. تفضل. عوامل يمكن أن تؤثر في التفكك الاجتماعي. وطبعا العلاج هو نحاول أن نتدارك هذا من خلال العودة إلى تقاليدنا العرفية وعلى الاهتمام بالأسرة وعلى العائلة الكبيرة. نعم. المتكونة من الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة وما إلى ذلك. بارك الله فيك. نعم. هذا هو اقتراحك. نعم. وكذلك يعني نعيد للتضامن موقعه في مجتمعنا. طبعا هناك تضامن، هناك يعني محاولات، وخاصة الإذاعة والتلفزيون كانت يعني لها محاولات في مجال التضامن، ولكن دائما تبقى يعني غير مؤقتة وليست دائمة، وبحاجة إلى مؤسسات تعنى بذلك. نعم. بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ بن عمر. كان تشخيص الأستاذ على المباشر بالنسبة لأسباب عدم توفر الاستقرار الاجتماعي، ثم اقترح ووضع العلاج بالنسبة لهذا المشكل في حلقة من حلقات برنامج والصلح خير، الاستقرار الاجتماعي. دكتور، نعود إلى أحمد بوزيان أو نأخذ اتصال؟ تفضل الاتصال ثم نعود إلى أحمد بوزيان. يقول سفيان وليد من العاصمة. السلام عليكم أخي الكريم. وليد. الجوهر. السلام. وليد من العاصمة. راهم صحوا لي، معذرة. وليد من العاصمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ والحمد لله. كيف حالك أنت وليد؟ والله بخير يسلمك. الحمد لله. هل أنت بخير؟ العائلة بخير؟ الله يسلمك. الحمد لله ونشكره. الحمد لله. راني مع الأستاذ مع الحاج. مرحبا، تفضلي. السلام عليك الحاج. عليكم السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله. تفضل. الحمد لله. أنا المرة اللي اتصلت معك الأربعاء اللي فاتت. تفضلي المسألة مباشرة يا أختي ربحا للزمن. تفضلي. أنا حبيت أن تعطيه موعد اللي هدرت لك عليه ونتصل بك ونجي لعندك. مرحبا بك يا وليد، يعني أصبحتم تأخذون المواعيد. الأربعاء اللي فاتت هدرت معك. الله مرحبا بك يا وليد، الله يبارك فيك. الله يسلمك عايشة. والله أنا عندي موضوع يعني حبيت نجي لك مباشرة. طيب معلش. طيب وليد، نقترح عليك حاجة تفيدك وتفيد الأستاذ. خلي رقم تليفونك. نعم. على للعارضة. أنا أعطيته لهم. أعطيتيه لهم. الله يبارك فيك. بعد نهاية البرنامج. عند الحاج. نعم. الله يبارك. بعد نهاية البرنامج سيأخذ رقم الهاتف، نتواصل. شكرا جزيلا وليد العاصمة. إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك. نتواصل مع سعادة إن شاء الله. شكرا ولك أيضا السعادة وليد. نتواصل مع المشاهد الكريم في حلقة عنوانها الاستقرار الاجتماعي. نعود إلى فضيلة الدكتور. تدخل أحمد بوزيان من العاصمة. دكتور.
واصل. قطعتك لأنه أخذنا اتصال. نعم تفضل. فقط يعني النقطة الأخيرة نأكد عليها التأكيد على موضوع الإيمان. الإيمان نعم. لأنه كل خير يتحقق في حياة الإنسان وفي حياة الأسرة وفي حياة المجتمع يكون مرتبطا بالله. ربنا قال في القرآن الكريم حتى في أمر القراءة أول أمر صدر اقرأ باسم ربك. فإذا كانت القراءة أو العلم إذا كانت متصلة بالله بالإيمان ستنفع. العلم يعمر، وإذا انفصل العلم عن الإيمان عن الله دمر. وكذلك الاقتصاد وكذلك التربية وكذلك كل شيء مرتبط بالإيمان. لذلك قال ربنا في سورة إبراهيم ألم تر الآية 24 وما بعدها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. في تفسير ابن عباس المراد بالكلمة الطيبة معناها لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي أصل الإيمان كما قال القرآن في سورة الأنبياء في الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلى آخر الآيات يثبت الله الذين آمنوا. إذن كل هالهزات كما قال أخي أحمد والزلازل التي تحدث على مستوى الأسرة أو المجتمع أو الوطن أو الأمة الإسلامية عموما بقيت الشجرة صامدة. صامدة نعم تصمد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شكرا يا أخي أحمد. إذن من أحمد بوزيان من العاصمة إلى الأستاذ بن عمر قبل قليل قال أن هناك عاملين يعني استمعت العام الأول التاريخي والتاريخي. شكرا لأخي بن عمر. يعني تدخلات رائعة جدا وأشكركم على هذا التعاون المثمر مع البرنامج. كما قلت يا أختي نجاة يعني هو التشخيص يعني كما قلت الطبيب قبل أن يقدم الوصفة العلاجية يدير تشخيص دياغنوستيك للحالة حالة الشخص المريض حتى يفهم ما هي الأسباب. نعم العامل التاريخي مهم وربط هذا الأمر بالاستدمار الفرنسي. حقيقة فرنسا التي عملت على تفكيك يعني أسس الأسرة وركائز الأسرة تدمير المؤسسات العرفية الاجتماعية القائمة وهي في الحقيقة تحقق التماسك الاجتماعي نظام تجمعث وغيرها وكذلك التدمير والتفكيك في المؤسسات الوقفية ونحن نعلم ما قيمة الوقف الذي يضمن موارد مالية للمحتاجين والفقراء وابناء السبيل وغيرها وسبل الخيرات. يعني كل هذا طبعا فرنسا هي كانت تتمنى ألا تغادر هذا البلد ولا تزال كما يعلم الجميع يعني ربت الكبدة على الجزائر ولكن إن شاء الله الجزائر رجعت إلى أصحابها وإلى أهلها ولن تعود إلى غيرهم إطلاقا. نعم والعامل التربوي كذلك خاصة هذا العامل التربوي ذكر أخي العزيز المدمرات المقومات التربوية وما اهتزت منظومة القيم عندنا إلا بهذه القيم الدخيلة علينا وتدخل علينا بلا استئذان الشبكة العنكبوتية الانترنت والفضائيات وغيرها. أصبح العالم التكنولوجيا المعاصرة يعني حتى أصبح الناس دكتور في مجلس عندما يلتقي ببعضهم البعض يتحدثون مباشرة مع هواتفهم النقالة وليس مع بعضهم البعض. والله هذا كارثة دكتور. كارثة صورة محزنة تشوف حتى في محطة الحافلات ماذا أصابنا ولا دكتور؟ يعني في المطارات ولا كل واحد حاكم جهاز النقال وراه برونشي ورايح الدنيا هبلت كاع يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي يهضر واللي يصقي واللي يعيط حتى استخدام هذه الهواتف النقالة لعلنا يكون عندنا يعني حلقة خاصة على الهاتف النقال. نحضروا له جيدا الموضوع. النقال يعني أصبح كارثة كبيرة. الاستخدام السيء المخيف هو اللي أدى إلى حصول كثير من القضايا وكثير من النزاعات من المشاكل. ثم أشار إلى ضرورة إعادة الاعتبار للتضامن لقيم التضامن. ربنا قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التكافل الاجتماعي هذا التضامن هو عامل من عوامل تحقيق هذا الاستقرار الاجتماعي. يا أخي العزيز أشكرك يا أخي بن عمر شكرا جزيلا على ما قدمت. ماذا تفعل بالنسبة لي أم وليد من العاصمة؟
والله أم وليد يعني أصبح الناس يتصلون بالبرنامج لكي أولا تحدد نعطي موعد دكتور. الذين نعم. يطلبون الموعد يعني مباشرة يخليوا الرقم على مستوى يعني عرضة التحكم يتحكم فينا يعني مع السيد المخرج ومن معه، ذلك أحسن ربحا للزمن. أما قضية التواصل يا أم وليد ما في حتى حرج، والحمد لو أعلنت عن رقم المكالمات نتاع اليوم فقط نعم وأعيد لفتن الكثير، أستخدمه بشكل مخيف. نعم. وأخالف في ذلك الكثير من القواعد الطبية وأتحمل المسؤولية طبعا، لا أقول هذا الكلام شاكيا. نعم. أتحمل واجباتي بقدر الإمكان، فهي رسالة الصلح أعلم أنها رسالة مهمة وثقيلة ومكلفة ومتعبة للأعصاب خاصة، ولكن أتحملها. فاعذرونا، أنا ربما أتصل نعمل اتصال 2 3 ما كانش نروح للآخرين، لأنه ما يلزمش واحد يشوف غير روحه، لأن هناك قائمة طويلة أخرج بها يوميا وتمتد أحيانا إلى وقت متأخر من الليل. فبذلك عليكم بالصبر الجميل. اليوم سمعت الجواب كي طرحت علي سؤال نجاة في الصحراء. واش نتعلموا من الصحراء؟ نتعلموا ساعة الخاطر. ساعة الخاطر. وبعدين ربي هو اللي يحل المشاكل. ربي سبحانه عز وجل. نعود إلى الله، من وجد الله فماذا فقد. هذه من روائع ابن عطاء الله، ويقول إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك، إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء. ندعو الله عز وجل، والدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر الدعاء هو العبادة، ونحن في خدمتكم ودائما نكرر خدمتكم شرف. هكذا أم وليد سنتواصل معك إن شاء الله إذا قدرنا اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى، لأنه فيها برنامج مطول بعد المباشر مباشرة. نعم، إذا أذكر للاتصال بنا يضع البرنامج أرقام هاتفية تحت خدمتكم، وهي 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00 213 حتى نسهل الأمر للمتصل. ربما هناك مكالمات يقول أنها رديئة. سفيان، حاولوا أن تتصلوا بنا قدر استطاعتكم لكي نستمع إلى قضاياكم. دكتور، يقول سفيان سليم من بجاية. السلام عليكم أخي الكريم. سليم من بجاية، السلام عليكم. نعم سليمان، ماهوش سليم. سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع دراسي سليمان من بجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الشيخ صباك يا هو. الحمد لله. مرحبا سليمان، عسلامك. يسلمك. تفضل خويا سليمان. نكيني كي تقبيلي معليش. سير حاس تقبيلي. تفضل سي سليمان. شكرا صاحب. الله يسلمك. تقول لي قرب مليح سويسة. ايوا رانا نسمعوا فيك سي سليمان، تفضل. تقلق بزاف ونوسواس توجور خطرة نخدم ما نخدمش. عندي 6 ديبلوم. شحال عندك لي ديبلوم؟ 6. الله يبارك. 6 تقول لويزا. بارك فيك. والاخرين كيما لكم دي طالب. الله يبارك. نعم. وين المشكل سي سليمان؟ نخدم هكذا، نلقى الخدمه في الشركه، نخدم 5 شهور 6 شهور هكذا تصراني مشاكل. يصاوبك المشاكل ربما من الوسواس، يعني اعتذر، ربما من الوسواس؟ الله اعلم. كي نري هكذا في الشركه عام 6 شهور نولي نخدم لي دوفوار، نروح ليكون ندير لي كومبون. طيب سؤال تاعك سي سليمان، تريد من تحب الدكتور يساعدك لإيجاد حل أو ماذا؟ تفضل. يساعدني يجيبني حل، ماذا بيك. تفضل معلش. تفضل. ربي ستسمع توجيهات السيسي من بعد حين إن شاء الله. شكرا. نعم دكتور. إذا سورتو القلق هذا والوسواس هذا لازم يروح لي. إن شاء الله بالشفاء عليك إن شاء الله سي سليمان. الله يعاونكم، يعطيكم الصحة. إذا دكتور، نرى في قضايا
ورد إلى المكتب. نعم. الربع دقائق. يقول سفيان، يقول أعمل في نقل المسافرين سيد سمير تيزي وزو من منطقتي إلى مدينة تيزي وزو. أعاني من مشاكل مع بعض الناس بسبب وضع عقبات في الطريق، مثلا ركن السيارات في الطريق بمحاذاة بيوتهم، ترك الرمل والحديد في الطريق، إنجاز ممهدات لدودان على الطريق من أجل أولادهم أو محلاتهم أو بيوتهم. عراقيل دكتور. يا أخي العزيز سمير هكذا. نعم سمير من تيزي وزو. نعم يا أخي سمير، الشريعة الإسلامية تضبط حركة حياتنا وتربينا أيضا لكي نكون مواطنين صالحين. نعم. كاين حاجة اسمها الذوق، السيفيزم. نعم. إذا كان واحد تلقى لا يعطي للطريق حقه، يعني تاجر يخرج كاع الكاجوات نتاعو كذا في لي تروطوار، والناس اللي تمشي ما يقدروش، لازم يخرجوا من التروطوار لانه معمر بالكاجوات بالبضائع نتاعهم بالسلع. نعم. والسلع، ويدخلوهم يمشيوا مع السيارات. يعني هذا مظهر غير حضاري. واش نقول لك يا اخي، هذه كلها متعلقه بالتربيه كما قال اخي بن عمر والاخوه اللي تكلموا قبل. هذا الامر عنده علاقه بالتربيه مباشره، واللي يديروا الممهدات لدودان بطريقه غير مدروسه، يعني بطريقه عشوائيه، واللي يركنوا يعني يقاريوا السيارات نتاعهم ايضا بطريقه عشوائيه فوضويه. يا اخي اشكرك على هذا السؤال، هو مهم جدا. نعم. ويساعد في الاستقلال الاجتماعي، عنده علاقه بالموضوع تماما. نعم. وربما يشكل خلاف بينه وبين الناس. لماذا أيضا حينما ننظر الى غيرنا اللي عندهم تحضر يعجبنا الحال نقولوا ما شاء الله سيفيزم، تحضرين، ثقافه، فهامه، الحذاقه، وإحنا علاش ما نقولوش هكذا؟ لماذا نكون كذلك؟ نعم. نحن أولى بأن نحقق هذا المستوى الراقي السامق للتحضر، لأننا على خاطر احنا مسلمين، والمسلم لازم يكون سيفيليزي، لازم يكون متحضر، لازم يكون مربي، لازم يكون هكذا. دروك يا أخوي ما يقلقك يقلقنا جميعا. نعم. ولكن لابد أن نتعاون من أجل علاج هذه المظاهر السلبية في حياتنا. أشكرك على التنبيه إلى هذا الأمر يا أخي سمير. نعم دكتور. بقي سمية من المحمدية العاصمة تقول: لست أدري كم بقي من الوقت، ولكن إن شاء الله يبارك ربي 3 دقائق. نعم. مات شيخي عام 1989 تاركا زوجة و5 أبناء وبنتين، لم تقسم التركة احتراما لأرملته، ثم ماتت حماتي عام 2011 و10 تاركة 5 أبناء وبنتين. في اليوم الثالث من جنازة حماتي طلبت منا أخت زوجي الكبيرة لوسا دكتور أن لا تعود إلى بيت شيخي ما دامت حماتي قد توفيت ولا هدف من الحضور. قال لها زوجي: هذا بيتنا جميعا ونحضر إليه، يعني نجوله، ما تقدريش تمنعينا باش ما نجوش. فقالت: هذا البيت يسكنه ابن أختي وهو متزوج ويبقى فيه حتى يجد بيتا مستقلا، رغم أنها تملك بيتا خاصا بها لا تسكنه إلا نادرا عندما تحضر من فرنسا. لقد توفي زوجي عام 2013 والحال كما هو. أخت زوجي الكبيرة رافضة لأي كلام حول التقسيم، والبيت لا يزال على اسم شيخي. دكتور الجواب: نعم. نهار اللي مات شيخك في 1989 اختارك زوجة و5 أبناء وبنتان، لازم تطبقوا الفريضة الشرعية والسلام. الزوجة عندها الثمن و5 أبناء مع البنتان عندهم الباقي تعصيبا، يعني المسألة أصلها من 8، الثمن للزوجة وبقي 7 لهم قسمته على 12 طبقا للقاعدة، فالمسألة فيها انكسار. تصح المسألة بضرب عدد الرؤوس المنكسرة على 12 في 8 96. هذه هي الفريضة الشرعية. ما يخالف ذلك رحمك الله دكتور يديك صبرك، وهذا مخالف للشريعة. أما الأخت الكبيرة هي تدير عندها سلطة، نعم، وتقول هذا الدار يديها وليد ابن الأخت وما يخرجش منه، هذه كلها مخالفات شرعية. هذا نوع من أنواع الاستيلاء على الميراث بغير حق. نقول الأخت هذه إذا كانت تتبع فيه نقول لها اتقي الله، قسم التركة حسب الفريضة والسلام. اسمح لي أقول لك في ثواني الأخ سليمان يا أخويا، نقول قال القرآن أخويا سليمان. نعم. ربي يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأصرف هذه الوساوس عنك وحاول أن تستقر في عملك، وإن شاء الله ربما نخليوها اللقاء آخر نعطيك بعض التوجيهات لك ولغيرك. هذا واش هذا شي يقولنا سليمان أخويا، هذا يقولان
نشر اسمها ثيض أيضا نفكر توجيهات نجاوم ثلويث أرثي مليث. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري، بارك الله فيك أيها الرجل المصلح، أطال الله في عمرك وفي عمر المصلحين في العالم الإسلامي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت الرابع، سامح وتعايش كي نرقى كي